السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بخوتي الجزائريين. دير الجام بقوة وبارطاجي الخوتة كيشوفوا، لأن هؤلاء سيتألمون، اللي يكرهوا الجزائر سيتألمون. وما تنساش أخي الجزائري تشترك في القناة تاع ولد بلادك، دعمنا لأنه بكم نستمر ومشي خسارة في ولد بلادك. تبعوا معايا خوتي الفيديو ومن بعد نرجعوا. في الفيديو هذا راح نردوا على القناة العبرية السعودية اللي قالت لك خرجوا تسريب لجمال عبد الناصر الرئيس المصري الراحل، يحكي مع رئيس موريتانيا مختار ولداد وفضفض له وقال له، حكى له على الجزائر وانه الجزائر ما ساعدتش مصر وحكايات، يعني تسريب طويل وعريض. لكن راح نثبتوا للناس انه هذا التسريب هذا هو عبارة عن فبركة بالذكاء الاصطناعي. وباش نبداو بهذا الفيديو، ان السعودية ساعدت مصر. سنة لا تسمح لنا أن نطلب، ولكن إحنا الجزائريين لم يساعدونا بمليم واحد، بجنيه واحد. يعني السعودية والكويت وليبيا دفعوا اللي هو نتيجة مؤتمر الخرطوم. بعد هذا قدرنا نص مليون. السعودية والكويت وليبيا دفعوا بموجب مؤتمر الخرطوم، لكن الحقيقة نشوفوها في الفيديو تاع مؤتمر المبعوثين للخارج 1970، هذا اللي ذكر فيه جمال عبد الناصر الناس اللي ساعدت. شوف معايا الفيديو. هل ساعدت الدول العربية بعد مؤتمر الخرطوم سنة 67 أي مساعدات مالية؟ نتيجة لمؤتمر الرباط الكويت دفعت 10 مليون جنيه، ليبيا دفعت 10 مليون جنيه، بعد كده الجزائر ادتنا بعض الأسلحة، هم كانوا تعهدوا ب 40 طيارة وادونا 16، وفي 4 موجودين هناك في خلاف عليهم، وقالوا ان عندهم تعاقد مع الاتحاد السوفيتي على 20 يدونا. ادونا 100 دبابة وعدد من المدافع والعربات المدرعة، وكان فيه وعود من المغرب ب10 مليون جنيه موجودة في اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، ولكن لغاية دلوقتي ما حصلش أي حاجة. كان في أيضا وعود أن السعودية هتدفع 5 مليون جنيه نتيجة مؤتمر الرباط. ما فيش اتفاق على هذا الموضوع، هم بيقولوا أنهم لم يتعهدوا. شفت كيفاش؟ شكون اللي ساعدت ليبيا ب10 مليون جنيه، وساعدت الكويت ب10 مليون جنيه، وساعدت الجزائر ب16 طائرة و4 طائرات كانت عليها إشكال، و20 طائرة كانت مازالت في روسيا، من الصفقة في عند روسيا تروح ديريكت لمصر، و100 دبابة وعربات مدرعة. هذه اللي ساعدت بها الجزائر. المروك كانت توعدت أنها تمد 10 مليون جنيه ومازال ما مدتش، والسعودية عهدت أنها تمد 5 مليون جنيه، وبعدين قالت لك أنا ما كانش عندي التزام بهذا الشيء وما نمدش خلاص. حاشت يعني لهنا، هذا أول حاجة تفبركها لهنا، دخلوا السعودية والجزائر نحاوها. هذه أول شيء. الحاجة الثانية اللي راح نروحوا لها وهي المؤتمر هذا اللي كنا نحضروا عليه، اللي كان فيه 16 ماي 1970، والرئيس جمال عبد الناصر في التسريب تاعو يحكي، قال لك بعد 18 شهر من الحرب تاع 1967، يعني راهو في 1970. هاي اسمع. واحنا قتلنا الحقيقة 18 شهر اللي فاتوا، والغينا عن اطلاق النار وقتلنا، وعندنا خسائر وسببنا خسائر في اسرائيل، ولكن كنا لهنايا قال لك عندنا 18 شهر وكنا نقاتلوا ابارتير من 67 براسك، هذاك هو تلحق في 70. نزيدوا حاجه خلاف. اسمع. لذا خيانة الأمة العربية وخيانة العرب وخيانة لفلسطين والقضية الفلسطينية، وإن لابد أن نحرر فلسطين كلها. طب إزاي حرر فلسطين كلها؟ أنا النهاردة احنا بقالنا 22 سنة ما قدرنا نعمل شيء. كيف تطلب يعني حرر فلسطين كلها؟ يعني سيب أرضنا. 22 سنة فلسطين تتحارب، من 48 زيد 22 في 70، يعني الضرب مازلنا ندوروا غير في 70. 1970 في 1970 الرئيس جمال عبد الناصر يخرج يقول في مؤتمر العالمي، والصحافة كل حاضر، يجي جامل الجزائر، يجي جاملها
بار كونتر في الخفاء مع مختار ولداده يقول له الجزائر ما عاونتنيش وحكايات يعني في التسريب هذا. التسريب هذا من الاول عرفنا بانه دخلوا السعوديه انها عاونت مصر، وهو في ذاته الشيء المنشور انها ما عاونتش. هذا دليل كبير انه هذا عباره عن ذكاء اصطناعي اختلقته العربيه لضرب الوحده تاع الشعبين، تاع الشعب المصري والشعب الجزائري. شوف اللوب الصهيوني كيف راه متغلغل في هذيك العبريه هذيك باش يضرب المصالح على بعضها. ان شاء الله تكونوا فقتوا بالمخطط هذا اللي دايرته العبريه والناس اللي تمول في العبريه هذه. وهذا مكان تهلاو في رواحكم. السلام عليكم. خوتي الجزائريين، الجام والبارطاج والاشتراك في القناة لنستمر بكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.